هل ممكن تكونوا شغالين عند كمبيوترات وبتقبضوا منهم؟ يا ريت. انت اصلا جربت الميتافيرس ولا لا؟ لا. بنجاوب ليه بقى؟ ليه القرد عليه طلبات؟ اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من هنا الصامت الموسم الثاني مع طياره. النهارده هنتكلم عن العالم الافتراضي مع عمر سمره متسلق الجبال، ومعانا مارك مخرج، وطارق علي سند استوديو انيميشن وبيعمل كرتون بكار حاجات زي دي. عايزين نتكلم عن العالم الافتراضي. ايفون الجديد يعمل له كام في الميتافيرس؟ عشان صعب. ليه بنحاول طول الوقت بنهرب من الواقع بنلبس نظارات؟ لا، نظارات الفي ار ولا اكيد مش نظارات شمس يعني. ماشي. يعني اعتقد الناس بقت مش طايقه نفسها في العالم الحقيقي، فالعالم الافتراضي بيدي خيال، بيدي فرص ان انت تكون اللي انت عاوزه، تعمل اللي انت عاوزه، تتحرك من حته لحته في سرعه الضوء كده يعني. ده مش هيخلينا في الاخر بنساكب على بعض مثلا ولا ايه؟ اكيد هنساكب على بعض في الخيال وفي هتلاقي متساكبين على بعض كده كده. ده 100%. انا شايفه هو مجرد تطور اللي بيحصل يعني الفتره اللي فاتت. ممكن يعمل مشكله؟ ممكن يعمل مشكله. يعني نفس المخاوف اللي الناس عندها للميتافيرس كانت عندها للانترنت في الثمانينات برضه. ده حصل وده حصل، الايجابي حصل والسلبي حصل. اعتقد في الميتافيرس هتبقى نفس الكلام. ليه اصلا الحياه بقت في الميتافيرس اصعب عموما؟ يعني انا فاكر فين ايام زمان كده لما كنت بلعب جي تي اي مثلا، اركب العربيه كنت بحب اجري كده بسرعه بالعربيه واشيل البني ادمين. هل لو عملت حاجه زي كده في الميتافيرس ممكن يتعمل لي بان؟ انا متخيل انه الاجابه انت اصلا جربت الميتافيرس ولا لا؟ لا. بنجاوب ليه بقى؟ يعني انت مش عارف تقول مش عارف، او مش عايز تقول مش عارف اصلا. لا، انا بفكر فيها. هل ممكن الميتافيرس ده اصلا انزله بالبرنامج الهاكر؟ ببرنامج الهاكر. عايزين نتكلم على NFT شويه. ليه صوره القرد اصلا اول حاجه في NFT بتتباع كتير قوي؟ ليه القرد عليه طلبات؟ ده فعلا اتس افاتار انت بتقونه عشان بتقعد تزود له حاجات وبتبراك بيه ان هو سيكريت سوسايتي وان انا غني قد ايه من الحاجات اللي لابسها او السكين بتاعه ده اللي انا فاهمه. طب والاي اي رايح لفين يا استاذ مارك؟ الاي اي وصل معانا ان احنا ممكن نكتب كلام بس، والاي اي ده بيترجم الحاجه دي لصوره ارتستيك قوي. انا كتبت قرد متسلق سبيس شيب في الفضاء، طلع لي. هل ممكن تكونوا شغالين عند كمبيوترات وبتقبضوا منهم؟ بص انا عامل زيك شيء بخاف يعني فيلم ترمينيتور اثر فيا شويه. هل حصل قبل كده وقفشتوا في الميتافيرس مثلا حد بيعمل فعل مشين؟ هل في تحرش في الميتافيرس يعني؟ مثلا اكيد. هو ايه اللي لابسها النضاره اصلا؟ لا. هل البنات لازم تروح بدري في الميتافيرس ولا ممكن تتاخر براحتها؟ البواب رايه ايه في الموضوع؟ لان هو ده اهم لير عندك في مصر. هو في بوابين؟ ليه لا؟ لو جه قال لك لبس الاوكلس، جه قال لك استاذ شادي الاستاذه اتاخرت امبارح، ايه اللي هيمنعه ده يحصل ده في الميتافيرس؟ يبقى بلاها ميتافيرس اصلا بقى. لو هي نفسها هي يبقى خلاص. هل ممكن حد اصلا من المنطقه الشعبيه في الحقيقه يسكن في منطقه راقيه في الميتافيرس؟ اكيد. مش هيتعمل له انترفيو قبلها مثلا؟ انت معاك عربيه ايه؟ انت كذا، اهلك؟ الافاتار بتاعك بيريبريزنت انت معاك قيمتك ايه؟ لو لقينا مثلا اب متهور بيمد ايده على ابنه في الميتافيرس، احنا كمجتمع هنتعامل معاه ازاي؟ تجربتي الميتافيرس ان انا لبست بتاعتي مسكت حاجتين كده، فحاسس لو حد شافني اللي هو هقول له ما تمدش ايدك انت ممكن حد يفتشك اصلا وانت لابس النضاره. بالظبط. نقدر نعرف منين ونآمن ان اولادنا ما يشربوش سجاير في الميتافيرس؟ اوف. هو هينفخ ولا هياخدها على ما هي كده هتعمل ايه؟ ما هو ايده عامله كده يا شادي. والله بجد عندي سؤال بس موضوع الميتافيرس هو اصلا انا اللي بسال، انت كل شويه حاجه هو البتاع ماسك، انت بتاع ماسك كده. في الميتافيرس اللي هو من غير رجلين ده. الميتافيرس فيه غرف اجتماعات الناس ممكن تعمل فيها ميتنج، صح؟ هل غرف الاجتماعات في الميتافيرس فيها بروجيكتور؟ ما هي غرفه يعني انت شايف ايه؟ انت شايف غرفه اجتماع. الراجل شغال في الميتافيرس هو بيروح كل يوم الشركه بتاعت الميتافيرس، هو اللي يقول لنا فيها بروجيكتور؟ فيها بروجيكتور بس صغير جدا يعني تقريبا، يعني لو حاولت ان انا يا دوبك تدخل فيه فلاشه صغيره يعني ولا إيه؟ طيب ممكن احب واحده في الميتافيرس وتطلع واحد؟ ممكن اقول لك عادي. انت حصل قبل كده يعني حبيت واحده وطلعت واحد في الميتافيرس؟ حببت حد في واحده وطلعت واحد. انت كنت قاصد يعني؟ برانك كده، كنا بنهزر كده شويه شباب يعني. اخد وقت قد ايه عشان يحبها على اسبوع. وبكده وصلنا لنهايه فقرتنا اعزائنا المشاهدين مع الحلقه بتاعه هنا الصامت من الموسم الثاني. نشكر شبابنا الشباب زي الورد، قال لنا معلومات مهمه جدا مفيده نستفيد منها، وبنشكركم جدا على هذا اللقاء. شرف لينا يا استاذ شادي. انت بتاندر استيميت ولا عامه في الحياه؟ انا باندر كنترول واندر بريشر وكل حاجه. سيف بي اندر استيميت. انا هقول لك على حاجه، انا كنت شاب زيكم تمام، مفيش حاجه ما جربتهاش.